الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي وفقنا وعاننا على هذا اللقاء المبارك وعلى هذه الدورة التي تعتبر أول دورة لنا لهذا الإقليم، والذي قدمناه على غيره من الأقاليم. فبدأنا بكم لأننا رأينا أنكم إقليم محروم من الأنشطة الإسلامية التي تزخر بها بقية الأقاليم، فقلة عدد المسلمين هنا وعدم وجود أنشطة إسلامية في هذا الإقليم والذي جعلنا نبدأ بكم قبل غيركم من الأقاليم، وهذا من توفيق الله لنا ولكم، فنحمد الله سبحانه وتعالى. ثم نبدأ إن شاء الله في دورتنا هذه. نحتاج إلى ترجمة، ممكن في البداية ترجم. خليك في البداية هذه يتحدث كأنك ترجم. أحمد الله لما اخترناه والذي جمعنا، نحمد الله سبحانه وتعالى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. مجمريا وزي ولا جامعين لامتن አይማዎች ዱዓቶችና የአካባቢው ተወላጅ የአካባቢው ነዋሪዎች በዚህ ላገናኘን አላህ ምስጋና ያቀርባለሁ የሚሉት ثم نشكر الأئمة، وأولا نشكر المجلس الإسلامي في الجنبيلا على تبنيه لهذه الدورة وجمعه لنا للعلماء. በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የጋምቤላ ክልል የመጅልስን በዚህ መልኩ እኛንም ጠርቶ ስላገናኘን እናመሰግናቸዋለን። كما نشكر حكومة الإقليم، هذا الإقليم الذي استضافت ورعت ومكنت إمكانياتها لاستقبالنا واستقبال هؤلاء، والذي تعاونت مع المجلس الإسلامي، فنشكرها باسمكم وباسم المجلس الأعلى الفدرالي. በመቀጠል ደግሞ የጋምቤላ ክልል መንግስትን በዚህ መልኩ እኛንም መቀባበል አድርጎልን እናንተንም እንድትመጡ ሁኔታዎችን አመቻችቶ ስላደረገ ከልብ እናመሰግናቸዋለን የሚሉት فتعاونكم وتعاونهم وهذه حكومة هذا الإقليم مع المجلس الإسلامي المحلي هنا فهو تعاون مع المجلس الفدرالي وتنسيق معنا، فنشكرها على ذلك. ስለዚህ የክልሉ መንግስት ከክልሉ መጅልስ ጋር ተባብሮ ይሄን ማድረጋቸው ከኛ ከፌደራል መጅልስም ጋር ከፌደራል መጅልስ ጋር እንደተስማሙና በጋራ አብሮ ተንሲቅ አድርጎ እንደሰሩ አድርገን ነው የምንቆጥረው። ስለዚህ እናመሰግናቸው እንወዳለን። በዚህ እንላለን። ثم نشكركم أيها الحضور الذين تركتم أعمالكم، تركتم أولادكم وأبناءكم وجئتم من المديريات المختلفة، نشكركم على ذلك. እናንተም ከተለያዩ ከቤተሰቦቻችሁ ከልጆቻችሁና ከአካባቢያችሁ ሩቅ መንገድ ወይም ጉዞ አቋርጣችሁ በመምጣታችሁ ዱዓቶችና ኢማሞችን እናመሰግናቸዋለን። وأهم ما نريد أن نبدأ به بداية جلستنا هذه وهذا اللقاء هو ما يتعلق بحديث الرحمة. الشيخ كان يعي قبل الصلاة، قبل صلاة العصر، عن الأخلاق، ومن أهم هذه الأخلاق هو خلق الرحمة، أن يكون الإنسان متصفا بالرحمة. فهنا أريد أن أسوق الحديث المسلسل بالأولية والحديث المشهور بحديث الرحمة، وهو ما حدثناه كثير من العلماء في أول لقاء لنا معهم عن شيوخهم، فكل شيخ أول ما يسمع منه إلى أن تصل السلسلة إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. مجمرة جلسات هذا الحديث هو حديث الرحمة، يتحدث عن خلق الرحمة، عن صفة الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء. أي الراحمون الذين يرحمون الخلق، يرحمون عباد الله، يرحمون الخلق، يرحمهم الرحمن الخالق. ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء. إذا رحمتم من في الأرض يرحمكم الله الذي فوق السماء، فهو رحيم بعباده، هو الرحمن الرحيم، هو أرحم الراحمين. ارحموا فيما بينكم، هذا صفة المؤمنين وصفة وأهم خلق من أهم الأخلاق الذي ينبغي أن يتصف به المسلم. ونقبل إذن حديثاتنا ونقصاتنا من جمره بحديث الرحمة ونالو. حديث الرحمة يقال حديث الله مسلسل الأولية يقال بزو علماء وچاچن سياستمرون مجمرة بزي حديثنا مجمرون كسفيان بن عيينة جمرو بزي يورو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أبزان يوم جزء الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء يمين حديث علمنا مجمرا من جمرو بزي حديثنا زو لما وچاچش مشايخ وچاچن بزي حديثنا مجمرا يمجمر من مكناتهم الله سبحانه وتعالى رحمن الراحمون يرحمهم الرحمن قلنا ودي تركمه لان انت دبلاچم يرحم يمن في الأرض يرحمكم من في السماء من حديث سلاوله مجمرا جلساتنا من جمرو بزي حديثنا قال يحتاج الترجمة. الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، أي الذين يرحمون الخلق يرحمهم الله سبحانه وتعالى بفضله وجوده وكرمه، فيكون الجزاء من جنس العمل. إذا ارحموا من عليكم أن ترحموا من يعيش على الأرض، كل من يعيش على الأرض. يرحمكم من في السماء، الله الذي في السماء من فوق السماوات يرحمكم. الراحمون እንግዲህ አዛኞችን ለሰው ልጅ የሚያዝኑ ለخلق الله خلق የሚያዝኑ ሰዎችን አላህ ያዝንላቸዋል ይላል ሐዲሱ። ትርጉም ስላለ ارحموا من في الأرض በዛ ሙቃብል ደግሞ እናንተም በአላህ በዛ ሙቃብል አላህ እናንተም የአላህ መخلوقات ይዘኑላቸው። አላህ ለአዛኞቹ ስለሚያዝን እናንተም መخلوق ምድር ውስጥ ያሉት መخلوقات በሙሉ ይዘኑላቸው የሚል ሐዲስ። فصفة الرحمة عندما تكون عند الإنسان فيكون رحيما أولا مع أهله مع أسرته مع أولاده، يبدأ رحمته من أسرته فلا يكون شديدا عليهم ولا يكون قاسيا عليهم في التعامل، يرحم أبناءه وأولاده. ومن رحمته بأبنائه أنه يختار لهم أفضل الأشياء، يعلمهم الإسلام، يعلمهم مبادئ الإيمان، فيبدأ الرحمة من أهله وزوجته. فالرسول صلى الله عليه وسلم لذلك قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أي خيركم لأهلي، أي أفضلكم من هو خير لأهله، يكون خيرا مع أهله، لا يتكبر مع أهله، ولا يظلم زوجته، ولا يضغط عليها، ولا يعيش معها، بل يعيش معها بصفة الرحمة، كذلك مع أولاده وأهله وأسرته. نعم. ስለዚህ አንድ ሰው መጀመሪያ ይሄን እዝነት ከቤቱ መጀመር አለበት። ከልጆቹ ጋር ከቤተሰቡ ጋር ልጆቹን ሊያዝንላቸው ይገባል። መጥፎ መምታት የለባቸውም። ለዚህ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጀመሪያ የሚብሩ በቤታቸው ከባለቤቶቻቸው ጋር ነው። ለዚህ በሐዲሳቸው خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ይላል። በላጮቻችሁ ከናንተ ለቤተሰቦቻችሁ በላጭ ሆናችሁ በእዝነትም በተለያየ ነገር። ስለዚህ እናንተ በላጮቻችሁ በቤተሰቦቻችሁ ከሌሎች የምትበለጡ ናቸው። እኔ ደግሞ ለባለቤቶቼ ለቤተሰቤ በላጭ ስለሚሉ
ስለዚህ አንድ ሰው መጀመሪያ ይሄን እዝነት የሚጀምረው ከቤቱ ከልጆቹ ከባለቤቱ ከቤተሰቡ ጋር መሆን አለበት እንደነሱ ማዘን አለበት ማዘን በሚባለው ሁሉ መምታት የለም መጉዳት የለም በዚህ መጀመር አለበት አንድ ብለን ይላሉ ثم يعيش بالرحمة مع أقاربه مع رحمه ومع من يتعامل معه من يعيش معه يبدأ برحمه لأن صلة الأرحام فالرحم نفسها فلذلك الله اشتق الرحم أيضا من الرحمن هي نفسها مشتقة من الرحمن الرحم فلذلك يرحم أقاربه ويعطف على أقاربه وعلى جماعته ثم يعطف على من يتعامل معه من أصدقائه وجيرانه ከዛ ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ ከቤተሰቡ ነጥሎ ደግሞ አብሮ ከሚኖራቸው ሰው ጋር በእዝነት ተዛዝኖ መኖር አለበት ከዛ የሚጀምረው ምንድነው ረሂሞችን ወይም ደግሞ የገዛ የዘር በዘር የሚያዙ ቤተሰቦቹ ወይም ደግሞ ቤተሰቦቹ ማለት ነው በስጋ ዘመዶቹ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አቃሪብ የሆኑ የሚቀርቡ በዝምድና ከዛ እንደውም በስራም በተለያየ ነገሮች የሚቀርቡ ሰዎችን ሊያዝላቸው ይገባል ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala رحم የሚለው ነገር ረህማን ከሚለው ከራሱ ነው እሽትቃቅ ያደረገው ከዛ ነው የተወሰደው ከዛ ነው verbu የተራባውና አላህ ራሱ ረሂም የሚለው ነገር የዝምድናው ጉዳይ ረሂም ማለት ቅርብ በደም ግንኙነት ያላቸው ሰዎች ናቸውና የደም ትስስር ያላቸው ስለዚህ አላህ ረህመት ከሚለው ከራሱ ስም ነው የወሰደውና ከዛ ከቤተሰቦቻችን ቀጥለን እነዚህ አቃሪቦቻችን የሚቀርቡን ሰዎችና በስራም በተለያየ ነገር የምንቀራረቡ ሰዎች ልናዝንላቸው ይገባል ثم الرحمة للمؤمنين لأن الرحمة للمؤمنين هو صفة النبي صلى الله عليه وسلم الله وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الرسول صلى الله عليه وسلم نبينا الكريم أفضل الخلق خير البرية الله وصفه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يرحم الرسول صلى الله عليه وسلم يرحم المؤمنين يرحم جميع المؤمنين وإن كان يرحم الجميع لكنه الله خصه بالمؤمنين ثم عمره وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هو رحمة الله المهتاب للعالمين فالله سبحانه وتعالى ما أرسل رسوله إلا رحمة للعالمين هو رحمة الله المهداة فنحن علينا أن نقتدي بالنبي الكريم فنكون رحمة للعالمين بعد أن نكون رحمة للمؤمنين ثم نكون رحمة للعالمين ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ለሙእሚኖች በሙሉ እዝነት ያስፈልገናል ለሙእሚኖች በሙሉ ለማኑ ሰዎች በሙሉ ልናዝን ይገባናል እቺ ደግሞ የእዝነት ምልክት የእዝነት የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲፋና መለያ ነች ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሱረቱ ተውባ አክር ሱረቱ ተውባ ላይ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ብሎ መጨረሻ بالمؤمنين رؤوف رحيم በሙእሚኖች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሲፋቸው አንዱ የሚያዝንልን የሚጎዳን ነገር የሚከብዳቸው ሆኖ ማዕነተ ሙእሚን መጨረሻ ላይ በሙእሚኖች ደግሞ ለብቻ አዛኝና ሩህ የሆኑ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በራሱ ሲፋ ረህመተኛ መሆናቸውን ወስፋቸዋል ይሄ ለሙእሚኖች ነው እሳቸው ለሙእሚኑ ረህመተኛ አዛኝ እንደሆኑ ሁኛ እኛም አዛኞች መሆን አለብን ከዛ እንደውም ነብያችን ለሙእሚኖች ስፔሲፊክ በሆነ መልኩ አዛኝም ቢሆኑ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አላህ Subhanahu አጠቃለለና ለሙእሚኖቹ ብቻ ሳይሆን ረህመተን ለልዓለሚን ብሎ ለላካቸው ማ አርሰልናከ ኢላ ረህመተን ለልዓለሚን ለዓለማቱ በሙሉ እዝነቱን አላህ ላካቸው ስለዚህ እነዚህ ባህሪዎች ረህመት የእዝነት ባህሪዎችን ሁላችንም መላበስ አለብን አንቢያዎች በሙሉ የተላኩት ረህመተን ለልዓለማቱ እዝነት ነው ለሚመሩት ለሚጠሩት ህዝቦች እዝነት ስለሆነ እኛም ይሄንን ባህሪ መላበስ ያስፈልገናል ቀጥሎ ለሙእሚኖች የምናዝን መሆን አለብን والله يقول لرسوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واصفح
فالله يقول لرسوله فبما رحمة من الله لنت لهم، أنت كنت لينا للمؤمنين برحمة من الله الذي جعل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قتلوا دم الله سبحانه وتعالى نبياتهم من الالو وبما رحمة من الله لنت لهم أنت لصحابوቹ ለሙእሚኖቹ በአላህ በሆነ እዝነት ነው ይገራህላችሁ። ሊ ማለት እንግዲህ ሊነጃለ በእነሱ መራራት ገሊዝ ማለት ነው። በእነሱ ላይ ያለ መጠንከር ያለ መበርታት እንደው ለዛ ነው ያዘንክላቸው ይራራህላቸው በአላህ ረህመት ነው። ወለው كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ባይሆን ኖሮ ሰሃቦች በዙሪያ አይሰበሰቡም ነበር። አንተ ሊን ባይኖር አላህ በዚህ ኹሉቅ ባይኖር ኹሉቅ አህዋሊ በሙሉ ሊን ባይሆን እንደው መራራትና ለመራራት የመራራት ባህሪ ባይኖር ሰሃቦቹ ካንተ በተበተኑ ነበር። ባንተ ዙሪያ ተሰብስበው ዲንን ባያጠናክሩ ነበር። ስለዚህ ነብያችን አላህ በዚህ ነው የወሰፋቸው። ሌላ ይላል وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الله وصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم وأنه أرحم الراحمين. كنبياتنا بفيت الله سبحانه وتعالى راس الرحمن الرحيم بلونه يوصفه. كنبياتنا بفيت راس الله بسم الله الرحمن الرحيم مالك أزايننا روح بهونه جيتا بلو الله بره الراهينا بإذنات راسه قلصنا يا الله مقلجانه. نحن إنما بدأنا بحديث الرحمة والعلماء عندما يبدأون دروسهم بالحديث المسلسل بالرحمة اقتداء بالكتاب العزيز لأن الله سبحانه وتعالى بدأ كتابه العزيز ببسملة ثم اختار من بين أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن ولم يقل بسم الله الجبار المنتقم ولم يقل بسم الله شديد العقاب ولم يقل بسم الله العزيز الحميد. بدأ يسمي نفسه بصفة الرحمة ثم كرر في الفاتحة مرتين. أولا بسم الله الرحمن ما قال فقط زاد عليه الرحيم ثم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. كرر في الفاتحة 4 مرات. كرر صفة الرحمة في الفاتحة 4 مرات. وأسماء الله الحسنى 99 إن لله 99 اسما. نعم. مع ذلك ما بدأ إلا بصفة الرحمة. ولهذا استحب العلماء أن يبدأوا دروسهم بذكر حديث الرحمة المسلسل بالرحمة. እኛ እንግዲህ ይላሉ የጀመርነው በሐዲስ الرحمة ነው። ምክንያቱም ዑለማዎች በዚህ ሐዲስ ይጀምራሉ። ሁሉ ጊዜ ሲያስተምሩ በሐዲስ الرحمة ይጀምራሉ። መጀመሪያ በተቀስነው ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቁርአኑ ሲጀምር ቢስሚላሂ الرحمن الرحيم ነው የጀመረው። በቢስሚላሂ الرحمن الرحيم ነው የጀመረው። ቢስሚላሂ العزيز الحميد አላለም። እነዚህ የአላህ መገለጫዎች ናቸው። ቢስሚላሂ العزيز الجبار አላለም። ሌላ ከ99 ስሞቹ በዚህ አልጀመረም። ቁርአኑን ሲከፍት መጀመሪያ ፋቲሃ ቢስሚላሂ الرحمن الرحيم አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን الرحمن الرحيم ብሎ በፋቲሃ ላይ 4 ጊዜ ነው ቢስሚላሂ الرحمن الرحيم የአላህ እስም الرحمن الرحيم 4 ነው የደገመው። ስለዚህ ነው እኛም እክትዳአን በኪታብ እክትዳአ አድርገን በአላህ ኪታብ በአላህ ተዓላ አድርገን በዚህ ስለጀመረ በሐዲሱ الرحمة የጀመርነው በዚህ ምክንያት ነውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከ99 ስሞቹ መጀመሪያ من اسماء الله الحسنى የጀመረው በእነዚህ በረህማንና ረሂም አዛኝና ሩህሩህ በሚል ስሙ ስለሆነ እኛም ዑለማዎች እንደሚጀምሩት ኢክዳም በኪታብላህ እነሱም ኪታብ ቁርአንን ተንተርሶ ስላደረጉ እኛም ለዚህ ነው ቢስሚላሂ الرحمن الرحيم በሐዲሱ الرحمة ዛሬ ጀልሳችን የጀመርነው ይላል። وهذا من حديث الرحمة رحمة الله في الأرض وفي السماء يستفاد عنه أنه ينبغي للعبد أن يقدم الرفق على العنف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر ما دخل الرفق في شيء إلا زانه ولا دخل العنف في شيء إلا شانه. أننا نقدم الرفق
نقدم العفو، نقدم المسامحة على العنف والتشدد والغلظة. أو بمكتل إيه حديث بزو يمسكن تكمل شالو كنزا حديث من الردو تلقو نجر من جزء سنجمر برحمة مجمر إن الله كهولم نجر هم ماسكدم على لبن عند صور رحمة ماسكدم على لبته رفق ماسكدم كرحمة أزنة رحم ماسكدم على لبته لذين النبي صلى الله عليه وسلم بعد يسألوا ما دخل رفق في شيء إلا زانه رفق منارات نجروش مغرارة بعند نجر جبتو ساسان مراوي كرن تشددنا متناكر ماكرر دمو يبلت يبلاشال إلى الحديث وما دخل الرفق في شيء وما دخل العنف في شيء إلا شانه عنف دمو بتلكاري نجروشن يالا مغرارات عندو ماكررو نجروشن يبلاشال بغيرت دمو يتجمر نجر مጨረሻው ያምራል የሚለው ሐዲስ ይሄን ይሰጣል። ስለዚህ ሐዲሱ ምን ረዳው ሐዲሱ ረህማ አንዱ ይሄን ነው። نحن في دعوتنا لا نبدأ بالتشدد على الناس في الوعد والإرشاد، لا نذهب إلى مذهب التكفير مذهب الخوارج أو مذهب المعتزلة الذين يكفرون بالمعاصي والذين يتشددون على العصاة والفساد فضلا عن الكفار. أي نحن في دعوتنا دعوة أهل السنة والجماعة مبنية على الرحمة والرفق والشفقة وعلى الوسطية والاعتدال، ليست على التشدد والعنف والتكفير والتنفير. ስለዚህ እኛ ዳዕዋችን ሁሉ ጊዜ በተሸዱድ መጀመር የለብንም፣ በሊል መጀመር ነው ያለብን። ሰዎችን ማክፈር የለብንም። ተሸዱድ አያስፈልግም። እንደ መذهب الخوارج ሌሎችም እንደሌሎችም በወንጀል ብቻ መጠነኛ ወንጀሎችን በመስራት ብቻ ሰዎች እንደሚያከፍሩት፣ ስለዚህ ዳዕዋችን ሲጀምር በዚህ መጀመር የለብንም። በሸፈቃ ነው መጀመር ያለብንና በእዝነት ነው መጀመር ያለብን። ሰዎችን ማክፈር ተሸዱድ በጣም ማክረር አያስፈልገንም። ይሄ የአህሉ ሱና ወልጀማዓ መንሀጅ ነው። መስነጅ ወሰጥያ ነው። ሙዕተዲል የሆነ ማዕከለኛ የሆነ የርፍቅ የሆነ መሸቃ የሌለበት የርፍቅ መذهብ ነውና ዳዕዋችን ሁሉ ጊዜ ሰዎችን ዳዕዋ ስንጠራ በዚህ መጀመር አለብን ይላል። أنتم الأئمة والدعاة بما أنكم تعيشون مع المجتمع والمجتمع فيهم الصالحون وفيهم من يلازم معكم المسجد ويأتي إلى المسجد كل وقت، وفيه من يأتي أحيانا ولا يأتي أحيانا، ومنهم من لا يأتي إلا يوم الجمعة ومنهم فكيف تتعاملون مع هؤلاء الفئة من الناس مع العصاة؟ بل تعيشون مع غير المسلمين، هل تعيشون معهم بالمقابلة بالتشدد أو ما المطلوب منكم؟ المطلوب أنتم تمثلون الإسلام، أنتم إسلام يتحرك على الأرض، أنتم تمثلون أخلاق الإسلام. الشيخ رأيت قبل الصلاة يعين أنتم تمثلون أخلاق الرحمة، أخلاق نبي الرحمة، فإذا لا بد أن يكون أخلاقكم تكون تمثل الإسلام وتمثل القرآن وتطبق وتكونون كما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة قالت كان خلقه القرآن، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه لما قيل لعائشة صفي لنا صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، أي النبي صلى الله عليه وسلم قرآن حي يتحرك، كأنه عندما تجد النبي صلى الله عليه وسلم أمامك كأنك تجد القرآن يتحرك أمامك، فلأنه يتمثل القرآن قولا وفعلا
وتطبيقا وأخلاقا وحالا، ليس يمثل القرآن باللسان فقط، بل لسانا وحالا ومقالا وأخلاقا وتطبيقا. النبي صلى الله عليه وسلم يمثل القرآن أخلاقا، فلذلك كان خلقه القرآن. فأهم ذلك أنه كان رحيما لجميع الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كما قتل ان انت አይማዎች ናችሁ ያገር መሪዎች ናችሁ ከብዙ ሰው ጋር ነው የምትይዙት ከማህበረሰቡ ጋር ትኖራላችሁ ስትኖሩ ከሳሊሆች ጋር ትኖራላችሁ አንዳንዴ መጥተው የሚሰግዱ አሉ አንዳንዴ መጥተው የማይሰግዱ አሉ አንዳንዴ ያለ ጁምዓ መጥተው ጨርሰው የማይሰግዱ አሉ ከተለያየ አይነት ማህበረሰብ ጋር ነው አይደለም ሙስሊሞች ሙስሊም ካልሆኑት ማህበረሰብ ጋር ትኖራላችሁ ስለዚህ ይሄ ስትኖሩ ከነዚህ ጋር ሁላ ስትኖሩ ሙስሊሞችን ወክላችሁ እናንተ ሙስሊሞችን ወክላችሁ እንዲህ ስትኖሩ ከሁሉም ጋር የሙስሊም ተወካዮች ናችሁ እስላምን ወክላችሁ እስላምን ስትወክሉ አህሉ እስላምን ስትወክሉ ባህሪያችሁ በሙሉ ከነዚህ ሰዎች ጋር በረህመት መሆን አለበት ቁርአን አኽላቃችን ባህሪያችን በሙሉ ቁርአንን መምሰል አለበት ለዚህ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እመታችን አይሻ መጥተው ጠይቋቸው ሲሰግደና ረሱላህ ነብያችን ሲገለጽልን በአንድ ቃል ስራት ካነ ቁልቁሁ ቁርአን እንግዲህ ባህሪያቸው በሙሉ ሁለመናቸው ነብያችን ቁርአን ነበር ቁርአን ሲባል በንግግራቸው በርጊታቸው በአህዋላቸው በአኽላቃቸው ከሰው ጋር ባላቸው ግንኙነት በሁሉም ነገር ተጥቢቀን በስራቸው በሁሉምናቸው ቁርአን ባዘዘውና እስላም ባዘዘው መልኩ ነው ስለዚህ እኛም በዚህ መልኩ የዚህን የቁርአንን ኹሉቅ እስላምን የቁርአንን ኹሉቅ ተሸክመን እስላምን መስለን ወይ እስላምን ወክለን እስላም ከኛ በደንብ መገለጽ አለበት መንጸባረቅ አለበት ከሁሉም አይነት ማህበረሰብ ሙስሊም አይደለም ሙስሊም ካልሆኑትም ጋር ስንኖር የእስላምን አኽላቅ እቺ የረህመትና የእዝነት አኽላቅን ማንጸባረቅ አለብን فهذا الحديث الرحمة يرحمكم في الأرض يرحمكم من في السماء نستفيد منه هذا وبالنسبة إليكم الآن تعيشون حولكم أناس غير مسلمين بالذات أهل البلاد الأصل ماذا تعملون لهم من رحمتكم لهم أن تسعوا في إدخالهم في الإسلام في تحبيب الإسلام إليهم أن يحبوا الإسلام أن يتمنوا لو أنتم كنتم قرآنا يتحرك أمامهم سيحبون الإسلام حبا من القلب سيحبون الإسلام حبا جما فسيدخلون في دين الله أفواجا فيكون لكم الأجر والمثوبة ይሄ ሐዲስ አንዱ የምንረዳው ነገር እንግዲህ ረህመት እስከሆነ ድረስ እናንተን በተመለከተ ከሙስሊሞች ጋር ሆኑ ሰዎችን ጋር የምትኖሩት የታወቀ ነው ስለዚህ ሙስሊም እስከመሆናችሁ ድረስ የእስላምን አኽላቅ የእስላምን ውበት የእስላምን እዝነት ለነዚህ ሰዎች አንጸባርቃችሁ ያሳያችሁት ነገር አለ ወይ እነዚህ ሰዎች በዚህ ባህሪ እናንተ የእስላምን ባህሪ የእዝነትን ባህሪ አብረው ስትኖሩ ገልጻችሁ ለነሱ ሪፍሌክት አድርጋችሁ ገልጻላችሁ እነዚህ ሰዎች እስላምን እንዲወዱ አድርጓቸዋል ወይ ዛሬም ስንጠይቅ ነበርና ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሙሉ እስላምን ወዶ ወደ እስላም እንዲመጡ ያደረጋችሁት ምንድነው ይላል ሸራችን ولو أن المسلمون الذين في هذه المنطقة طبقوا الإسلام على أنفسهم وعلى من يتعاملون معهم ثم الآخرون يتمنون إلى هذا الدين الذي لا كذب فيه ولا خيانة ولا غش ولا خداع والذي يمثل القمة في المعاملات فهذا الذي لو وجدوا هذا المسلم النصوح الذي يحب النصيحة لغيره النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولغير المسلمين ولعامتهم أي جميع الناس الذي يقدم النصيحة للجميع ويحب الجميع سيدخلون في الأفواج ويكون لكم الأجر على ذلك እንግዲህ እዚህ ክልል ያሉት ሙስሊሞች እናንተ ጋር
በትክክል እስላምን በትገልጹላችሁ ኖሮ ከግሽ ወይም ደግሞ ከሽወዳ የነጻ ከኺዳ ከማታላል የነጻ እስላምን ካላችሁ ሙዓመላ ሁስኑል ሙዓመላት የሚባል ነገር ያላችሁ ግንኙነት ከጎረቤት ጀምሮ ሙዓመላ አብረን ስንሰራ በስራ አቋያ እንዲህ አይነት ሁስኑል ሙዓመላ ጥሩ አይነት ግንኙነት ብታሳዩት ኖሮ እስላም ነሱህ ነሲሃ ያለው እስላም ለሰው የሚያዝን ሰውን የሚመራ አይነት እስላም ብታሳዩ ኖሮ ሁሉም እዚህ ያሉ ሰዎች በዚህ ብቻ በሰለሙ ነበርና ምን አድርጋችሁ ነበር ይላሉ። في هذا الباب نذكر قصة أندونيسيا أكبر دولة إسلامية اليوم من ناحية العدد. ما هي؟ هل أكبر دولة إسلامية عددا قريب إلى 300 مليون مسلم نسمة هي دولة أندونيسيا في شرق آسيا. 300 مليون؟ حوالي 300 مليون قريب إلى ذلك في شرق آسيا، ثم يليها بنغلاديش، ثم يليها المسلمون في الهند، ثم بنغلاديش، ثم دول أخرى كنيجيريا وغيرها. لكن أكبر دولة إسلامية على وجه الأرض هي أندونيسيا. እንግዲህ በዚህ ከዚህ ጋር በተያያዘ ኢንዶኔሽያ ላንሳና በሙስሊሞች ብዛት በዛሬ በዓለም ላይ ትልቁ ሀገር ኢንዶኔሽያ ናት። ሸርቅ አሲያ ወይም ደግሞ ምስራቅ አሲያ ውስጥ የምትገኝ ኢንዶኔሽያ ሀገር አለች። በዚህ ሀገር ከ300 ሚሊዮን በላይ ሙስሊሞች ይኖራሉ። በዓለም ደረጃ እንደ ሀገር ትልቅ ሙስሊም ቁጥር ያለበት ሀገር ናት። ስለዚህ ከዛ ባንግላዴሽ ይቀጥላል፣ ህንድ ይቀጥላል፣ እንደ አፍሪካ ደግሞ ናይጄሪያ ይቀጥላል። وهذه الدولة ما دخلها الإسلام بالجهاد، لم يدخل الإسلام إليها بطريق الجهاد، وحتى ليس بطريق الدعوة، إنما دخلها بطريق الأخلاق. እንግዲህ ይሄ ሀገር ይሄ ሁላ እንግዲህ የሚወራውን ነገር እስላም በሰይፍ ተስፋፋ ብሎ ሹብሃ አንዳንዱ ያመጣሉ። በሰይፍ ነው የተስፋፋው ብሎ ይላሉ። ይሄ ሀገር በዚህ ቁጥር ሁላ ጂሃድ አንድ ጥይት ተተኮሰበትም ዳዕዋም አልተደረገም። ብቻ ግን ቁጥሩ ዛሬ በዓለም ላይ አንድ ጂሃድ አልተደረገም። ወደዛ አንድ ጥይት ተተኮሰም፣ ሰይፍ አልተመዘዘም። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዳዕዋም አልተደረገም። የሰለሙት በአኽላቅ الاسلام ነው። فيه تجار من حضرموت من اليمن من جهة عدن حضرموت ذهبوا هناك في جزيرة جاوة، جزيرة في أندونيسيا، جزيرة جاوة، ونزلوا بالقرب من الملك، من ملك تلك البلد، وكان وثنيا لا دين له. نزلوا عند الملك، فأحد التجار كان يتجر مع الملك، يأتي للملك بكل ما يحبه، الأشياء التي يتجر هناك. فكان الملك لا يرى من هذا التاجر المسلم الذي هو من اليمن لا كذب ولا إخلاف الوعد ولا أي نقد ولا أي خلق إلا خلق الإسلام، فهو رجل قرآن يتمثل، فأحب دين هذا الرجل التاجر، فدخل بنفسه في الإسلام، ثم أمر شعبه كله بأن يدخلوا في الإسلام، فانتشر الإسلام بخلق هذا التاجر اليماني. የሚገርም ነገር ነው። እንግዲህ ይሄ ሀገር እስላም እንዴት እንደገባ በጣም የሚገርማችሁ ነገር ነው። እስላም የገባው በጂሃድም በዳዕዋም አይደለም፣ በኹሉቅ ነው፣ በኹሉቅ አኽላቅ ነው፣ በጥሩ ስነ ምግባር ነው የገባው። ምክንያቱም የመን ውስጥ ሀድረሞት የሚባል ሀገር አለ፣ ነጋዴዎች አሉ። እነዚህ ነጋዴዎች አብዛኛውን ጊዜ ወደ ጀዚረት ጃዋ የምትባል ኢንዶኔሲያ ውስጥ አለችና ባህሩን አቋርጠው ወደዛ ለንግድ ይሄዱ ነበር። ከዕለታት አንድ ቀን የተወሰኑ ነጋዴዎች አንድ የሀገሩ መልክ አለና ወይም ደግሞ ንጉሥ በአጠገቡ እዛው ያርፋሉ። ከዛ በኋላ ተዋወቁና ይሄ ሰውዬ ካነ ወሰንየን እስላም አልነበረውም፣ ፓጋን ነበር፣ ምንም ስለ እስላም አያውቅም።
ስለዚህ ዘጋዴዎቹ ሲመጡ ሁሉ ጊዜ በጣም ውድ የሆኑ ጀዋህሮችን ደግሞ የተከበሩ ማዕድናቶችና የተለያዩ የሚፈልጋቸውን ነገሮች ያመጡለት ነበር። ሲያመጡ ግን አንድም ጊዜ ማታለል፣ ግሽ፣ እንደው ነግድ ማድረግ እነዚህ ነገሮች አንድም አላየበትም። ስለዚህ ይሄ ሰው በዚህ አኽላቃቸው ሙዓመላቸው አብሮ በመስራት ይሄን እውነታ የእስላምን ባህሪ ወደደና በዚህ ምክንያት ወደ እስላም ገባ። ወደ እስላም ከገባ በኋላ ሁሉም በስሩ የነበሩ ሰዎችን በሙሉ ወደ እስላም ጠርቷቸው ስሮሱ ዳዒ ሆነው በዚህ ምስራት ኢንዶኔሽያ ሀገር በሙሉ ሰለመ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ጦርነት የለም፣ ዳዕዋውን ካላደረገው የዳዕዋ ጉዳይ የአኽላቅ የሙዓመላ ነው። አብሮ የመስራት ኺያና ያለመስራት ግሽ ያለማድረግ መታመን ነው። ከዚህ ውጭ ምንም የለም። ዛሬ ግን አንድ ቁጥር ከእስላም በሙስሊም ብዛት ኢንዶኔሽያ በአንደኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች ይላሉ። حتى في بلدنا هذا في أيام أهل سلاسة وأيام كذا النصارى أنفسهم لا يثق بعضهم في بعض. عندما يريدون الأمانة، عندما يريدون رجل مخلص ولا يكذب، وكان المسلمون مثل بالأخلاق في هذا البلد، مع أنهم الذين في المدن وفي كذا كان الناس يحترمونهم ويعرفون المسلمين أنهم أخلاقهم حسنة. لكن هذه الأيام انتشر بين المسلمين الخيانة والكذب وعدم الثقة. فهذه الأمور هي بدأت تنتشر في المسلمين مما ليس من أخلاقهم وليس من دينهم وليس من خلق نبيهم ولا من خلق العلماء ولا من خلق الصالحين. فهذه ينبغي أن نحارب حتى نلتزم بإسلامنا ثم نحبب الإسلام إلى الناس. እንደውም ሌላ ይቅርና በዚህ በሀገራችን መለስ ብለን ስናይ የኃይለ ሥላሴ ዘመንና ከዛ በፊት ነሳራዎቹም ክርስቲያኖቹ በንግድ ደረጃ እርስ በርሳቸው አይተማመኑም ነበር። የሚያምኑት ሙስሊሞችን ብቻ ነው። አወቁም አላወቁም የሚታመኑት አማና ያላቸው ሰዎች ሙስሊሞች ነበሩ። በዚህ ጊዜ ሙስሊሞቹ በጣም ይታመናሉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሙስሊሞቹን ያመኑት ነብያቸው አውቀው አይደለም፣ ኹሉቃቸው ነው ሳለ። ስለዚህ ለይሰ ምን ኹሉቅ በዚህ በዘመናችን ግን የምናየው ሙስሊሞች እርስ በርሳቸው እንደውም ወደ ሙስሊሞች መጥቶ አታራዮች ናቸው። እርስ በርሳቸውን ያታልላሉ፣ ይሸውዳሉ፣ ይሰርቃሉ፣ ሌላም የሽወዳ አይነቶች ያደርጋሉ ዛሬ ሙስሊሞችን ስናይ። በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ይሄ ኹሉቅ ደግሞ ይሄ ባህሪ የነብያችንም አይደለም፣ የሙስሊምም አይደለም፣ የራሳችንም አይደለም፣ የሳሊሆችም አይደለም፣ የማንም አይደለም፣ እኛን አይመለከተንም። ስለዚህ ወደዛ ለመመለስ አሁንም ይሄንኑ ማድረግ አለብን ነው። بهذه المناسبة ممكن نبدأ في شيء قليل فيما يتعلق بتاريخ إثيوبيا. تاريخ إثيوبيا الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن الإسلام ينتشر في الحبشة بالدعوة. في حديث الخندق الذي أخرجه النسائي يقول الصحابي عندما النبي صلى الله عليه وسلم جاء له الأحزاب من كل يا أيها الذين اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك زلزالا شديدا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم أحاطوا بالمدينة القبائل واليهود وغطفان وقريش واليهود خانوا، يهود خيبر، يهود بني قينقاع، يهود بني قريظة من الداخل، شوشوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا القضاء على الإسلام في مهدي. هنا تشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ماذا يفعل. جاء من جميع الأماكن بأعداد كبيرة، فقال سلمان نحن في مثل هذا نحفر خندقا حول مدينتنا ثم ندافع عن مدينتنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان
كما قال الله له وشاورهم في الأمر يعمل بالشورى. فطبقوا هذه الشورى وحفروا ما بين جبل صلع إلى جهة أحد، ولم يحفروا الذي يعرفون المدينة لأنهم ما حفروا من جميع الأماكن، لأن المكينة محصنة بنفسها بالحرة، لأن فيها حرة سوداء من الشرق إلى الغرب. الجهة التي يمكن للفرس وللجيش أن يهاجم المدينة هي جهة الشمال، جهة أحد، من أحد إلى صلع. هذه أماكن مفتوحة ما في حرة، ليس في حجارة سوداء لا يمكن المشي عليها. فبدأوا يحفرون هذه الأماكن، فوزع بين الصحابة، فظهرت صخرة عظيمة ما استطاعوا أن يكسروها، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام لها. نعم. ስለዚህ ነቢያችን ወደ ኢትዮጵያ ታሪክ እንምጣ ይላሉ። ወደ ኢትዮጵያ ታሪክ ስንመጣ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስላም ወደ ኢትዮጵያ ነሽር እንደሚሆን እንደሚስፋፋ ተናግሯል። ሱረቱል አሕዛብ ላይ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስለ ገዝወቱል አሕዛብ የተናገረ ነገር አለ። ፈቢማ ኒዕመቲን ሚነላሂ يا أيها المسلمون عليكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله إذ أرسلنا عليهم ريح وجودا لم تروا كاملهم إذ جاءوكم من فوق من فوقكم ومن تحت ومن أسفل زاغت الأبصار وبلغت القلوب حناجر እስካሁን ታውቁታላችሁ። የአሕዛብ ዕለት እንግዲህ በጣም ይጨናነቃሉ። መዲናን ከያጣቸው ይከባሉ። ገጥፋኖች አሉ፣ አይሁዶች አሉ፣ በኒ ቁረይዛዎች፣ በኒ ቀይኑቃ፣ በኒ ምን የሚባሉ ቁረይሾች አሉ። እነዚህ በሙሉ ተሰባሰቡና ወደ 10,000 የሚሆኑ በጣም ብዙ የሚሆኑት መዲናን ከበቡና ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተሽዊሽ ለማድረግ እስላምን ተሽዊሽ ለማድረግ እጅግ በጣም ተሰበስበው መጡ። አሕዛቦች የሚባሉት ከያጣቸው። በዚህ ጊዜ ነበር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰሃባዎችን እስቲሻራ አደረጋቸው፣ አመካከራቸው። ሰልማን በዚህ ጊዜ መዲና በተፈጥሯ من أحد إلى جبل صلع የሚባል አለ። በገርብ በኩል ነው ያለው። በዛ በኩል ካልሆነ በቀር ከያጣቸው ሐራ በሚባል ነገር ቮልካኒክ ድንጋዮች ከመሬት የፈለቁ ድንጋዮች በዚህ የታጠረች ስለሆነ ጠላት መግባት የሚችለው በፈረስና በተለያዩ በዛ አንድ አቅጣጫ ብቻ ነውና እነዚህ ሰዎች ተሰብስበው መጡ። ምን ይሻላል ብሎ ነቢያችን ሲያነጋግራቸው ሰልማን አልፋሪሲ አንድ መላ ሰጣቸው። ምንድነው? ሌላው አቅጣጫ በዚህ የታጠረ በዚህ ስለማይመጡ ከአሁን እስከ ጀበል ሰልዕ የሚባለው ነገር የተወሰነ ቦታ ስላለ መግቢያው በዛ ከንደቅ ወይም ደግሞ ትልቅ ጉድጓድ እንቆፍር ተብሎ ነቢያችን ሰለላሁ نحن إذا جاءنا عدو ولا نستطيع من عادتنا أن نبني حول مدينتنا خندقا، وإنما الاختيار من النبي صلى الله عليه وسلم المكان، إلا هو أشار إلى بناء الخندق فقط. أيوة بوتو نبياتنا صلى الله عليه وسلم يمرقالوا سلمان الفارسي سن ከዛ ፋርስ ቦታ ሀገር የነበረውን አንድ መላ መጣላቸው። ነው ምንድነው? እኛ ከላስ መቃብር እንዲህ አይነት ቦታ ቀለል ያለ ቦታ ስለ ጉድጓድ ቆፍረን እዛ መሽገን እንጠብቃለን። መዝለል በአንድ ፈረስ መዝለል እስከማይችል ድረስ ይሄን ስለምናደርግ ብሎ ነቢያችን ሳማክራቸው ይሄን ሰጠ። ከዛ በኋላ በዛ መሰረት ተቆፋሮ ተካሄደ ይላል። فظهرت لهم صخرة عظيمة ما استطاعوا. በዚህ መሃል እየቆፈሩ እያሉ ትልቅ ድንጋይ ታያቸው። ይሄን ድንጋይ ለቆፍሮ ለማውጣት ሲሞክሩ አልተቻለምና فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بنفسه فأخذ المعول فضرب الضربة الأولى. لما ضرب الضربة الأولى طلع منه شبه النار وانفلقت انفلاق، فقال فتحت فارس أو فتحت فارس، فقالوا الله أكبر. ثم ألا نغزوها؟ قال اغزوها. ثم ضرب ضربة أخرى فالثانية انفلقت منه، فقال فتحت قيصر، فتحت الروم. ثم ضرب ضربة أخرى فقال ألا نغزوها؟ قال اغزوها. ثم ضرب ضربة أخرى فقال فتحت الحبشة،
فقالوا ألا نغزوها قال لا تغزوها سبحان الله كذا نبياتي صلى الله عليه وسلم እቺን ጉድጓዱ ስንጣችላቸው ድንጋይ ሰሃቦቹ ሳይችሉ ይቀራሉ ነብያችን ምዕወል ወይም ደግሞ መዶሻ አይነት ነገር መቆፈሪያ ወስደው በዛው ይመታሉ በዛው አንደኛ ስመቱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንደኛ ስመቱ በመጀመሪያው የተወሰነ ህዳር فتحت فانفلقت معنى انشقت هذه انشقاق كبير الثلث ذهب منها ايوه በጣም ስመቱ ከዛ ተበታተነና አንዱ ሶስተኛው የድንጋዩ ተበታተነ فطلع منها نور فطلع منه በዚህ ብርሃን ታየነ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فتحت الفرس نعم ፋርስ ሀገር እንግዲህ ከእንግዲህ ይከፈት ነው እሱ ይከፈት ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላ ነግዙሃ ብሎ ሰሃቦቹ ጠየቁት ነዓም አላቸው ሁለተኛ ከዛ በኋላ እንደገና ስመቱ አንድ ሶስተኛው እንደገና ሄደ በዚህ ጊዜም እንደገና ፈፈለቀ منها ሌላው ተበታተነና አንድ ሶስተኛው እንደገና ሄደ በዚህ ጊዜ ነበር ፈጣሐት ሩባሉ ሮባ ሀገር ተከፈታሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላ ነግዙሃ ሰሃቦቹ ብንዋጋቸው ሰደን ዳብና ድርግ ብሎ ስላቸው አተዋጓቸው አሉ ከዛ ሶስተኛ የቀረችው ደግሞ እንደገና ስመቱ እንፍላወርና ግደ ተበታተነና በሶስተኛው ላይ እንደገና فتحت الحبشه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አበሻ ሀገርን ተከፈተ እስላም ገባ ሲሉ አላ ነግዙሃ እነሱ ልሳ ብንዋጋቸው ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብሎ ጠይቁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላ ያሉት መሰለኝ لا تغزوها السؤال دمو أتواقع حبشا أرقت الخوات مع أنه قال فتحت أنها فتحت ستفتح ومع ذلك قال لا تغزوها أيوة النبي صلى الله عليه وسلم حبشا تكفت عنه السلام كفتوا يكر السلام درسوا يكر السلام درسوا بلو قري النواقع عند فارس الناروما النواقع جهدوا تواقع جهدوا تلالوا إيران نقر يملك كتال هذا حديث صحيح أخرجه النسائي هذا يدل على أن الحبشة ستفتتح وتفتتح بطريق الدعوة ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚያሳየው ሀገራችን ሀበሻ በሰላማዊ መንገድ በዳዕዋ በሰላማዊ መንገድ ያለ ጦርነት እንደምትከፈት ነበር የሚያሳየውና አሁን እንግዲህ የምናየው ነገር አገለብያው ሙስሊም ነው እዚያ نعم الآن الحبشة نحو 60% مسلمون أقل ما يقال ما بين 55 إلى 60% مسلمون وهذا كيف انتشر هل دخلوا في الإسلام بالجهاد أو دخلوا بالدعوة نعم ዋናው ነገር እንግዲህ ዛሬ እንደምናየው ኢትዮጵያ 60 በመቶ እንግዲህ ዶክተር አብይ አንድ ጊዜ ተናግሮ ነበር እንግዲህ 60% ሙስሊሞች መሆኑን መንግስት ለመጀመሪያ ጊዜ ያረጋገጠው ነው በአጠቃላይ 55-60% ሙስሊሞች ነን ይሄ እስላም የገባው በጦርነትና በጂሃድ ነው ወይ በዳዕዋ ነው ወይ በሙዓመላ ነው ከሰዎች ጋር ባለው ልክ ኢንዶኔሲያ እንደተከሰተው ነው لذلك الآباء والأجداد نشروا هذا الدين بأخلاقهم وبدعواتهم وبالكرامات نعم ስለዚህ አባቶቻችንና አያቶቻችን ዲን እስላምን ያሰራጩትና ለዚህ ሀገር በዚህ መልኩ ዲን እስላም የተዳረሰው በአኽላቅ ነው በሙዓመላ ነው ወይም ደግሞ በከራማ ነው ከራማ አላህ ከራማ ሰጣቸውና ወይ በዚህ ነው ይላሉ كثير من العلماء والصالحين والزهاد ينزل جنبه نصراني أو وثني ثم يأتي إلى الشيخ فيطلب منه الدعاء فيدعو له فيولد له ولد كان عقيما أو كان مريضا يدعو له فيسلم بسبب قبول هذا الدعاء أو يسلم لما يرى أخلاق الشيخ لأنه يقيس أخلاق الشيخ مع أخلاق القسيس فيرى أخلاق القسيس ما هو وأخلاق الشيخ ما هو فيسلم كثير منهم ስለዚህ በዚህ መሰረት በኢትዮጵያ ብዙዎቹ በአባቶቻችን የጥንታቶቻችን የነበረ ጊዜ እንዴት ነው ከሙስሊሞች ጎን ለጎን ይኖራሉ አብሮ ጉርብትና ይኖራል ከመሻይኮች ጋር ይኖራሉ ስለዚህ ችግር ሲደርስባቸው ለምሳሌ ሲታመሙ ሄዶ ዱዓ አድርጉልኝ ብለው ይጠይቃሉ ወይም አቂም ሆኖ ሊሳይኖራቸው መካን ሆኖ መሃን ይሆኑና ከዛ በኋላ ሄዶ ዱዓ እንዲያደርጉለት ሼኾችን ይጠይቃሉ በዚህ መሰረት አላህ የጠየቀው የተደረገለት ዱዓ ሁላ ያገኛል
በዚህ መሰረት ወደ እስላም መጠጋትና ወደ እስላም እንደው መስለም ጀመሩ። ይሄ እንግዲህ የሆነው በአኽላቃቸው ወይም ደግሞ የሼሁን አኽላቃቸው ጥሩ ሙዓመላ ከሰው ጋር ያለው ጉርብትና ጉዳይ አብሮ የመስራቱ ይሄን አይቶ በዱዓም አኽላቅን ጨምሮ ከራማን ጨምሮ ብሎ ቅድም ጠቅሶታል። በእነዚህ ምክንያት ነው ጥንት ወደ እስላም ክርስቲያኖች ሲገቡ የነበሩት ሌሎች ሰዎች حتى أيام يهنس أهل غندر وأهل ولو الذين نصروا بالقوة يقول المؤرخون كل من نصر أغلبهم رجعوا ما بقي إلا القليل ثم من أسلم في تلك المحنة من النصارى أكثر ممن تنصر هكذا يقول الشيخ محمد سعيد يحيى الغندري في كتابه نصرة الإسلام. نعم. حتى في أيام الأزمة حتى في أيام الشدة الذين أسلموا أكثر من الذين تنصروا والذين تنصروا لم يبقى رجعوا وأما الذين أسلموا فبقوا على الإسلام لم يرجعوا إلى النصرانية. በጣም የሚገርማችሁ ነገር በአገራችን በዮሐንስ አፄ ዮሐንስ ዘመን የጎንደር ሰዎች የወሎ ሰዎች ብዙዎቹ በጉልበት ወደ ክርስትና ገብተው ነበር። ሙስሊሞች የወሎ ሰዎች የጎጀምና ጎንደር የነበሩ ሰዎች አብዛኞቹ በግድ ክፈሩ ዘመን ነው የሚባለው ቅድም ቁጣት ሙሐደራ ላይ ያነሳው ይመስለኛል። ብዙዎቹ ወደ እስላም በቁባ ወደ ክርስትና ገብተው ነበር በኃይል ማለት ነው። አብዛኞቹ ግን ወደ ክርስትና የገቡት በኋላ ወደ እስላም ነው የተመለሱ። የሚገርመው ነገር የሰለሙት ግን ወደ ክርስትና የተመለሰ የለም ይላል። الذين أسلموا في تلك المحنة لا يقلون كثير منهم أسلموا. ثم يقول الشيخ يحيى الذين أسلموا من النصارى في ذلك الوقت ليسوا عاديين. القسس والكهنة والزعماء هم القسس والرهبان هم الذين أسلموا وحسن إسلامهم. والشيخ يحيى محمد سعيد يحيى ذكرهم بأسمائهم. نعم. በዛን ጊዜ ወደ ክርስትና የገቡ ሰዎች ግን ወደ እስላም የገቡት ወደ ክርስትና የገቡት እንዳለ ተመለሱ። ወደ እስላም የገቡት ግን ተንሲር የሆነ ወደ ክርስትና የተመለሰ የለም። ሼክ መሐመድ ሰዒድ በታሪካቸው በኪታባቸው ኑስረት الاسلام የሚል ኪታባቸው ላይ ጽፏል ይላሉ ሼክ الذين اسلموا ليسوا عاديين። በጣም የሚገርማቸው ግን ወደ ክርስትና ወደ እስልምና የመጡ ሰዎች ተራ ሰዎች አይደሉም። ካህናዎች፣ ቅሲሶች፣ ባህታውያን፣ ሩህባኖች እንደዚህ አይነት ሰዎች ነበሩ። በመሰረቱ ዲኑን በደንብ የሚያውቁ ሆኖም ግን ወደ እስልምና ከገቡ በኋላ አልተመለሱም። ወደ ክርስትና የገቡት ግን በግድ የገቡት በሙሉ ተመለሱ። فلذلك هذا معجزة هذا الدين عنده معجزة له معجزة. فلهذا المطلوب أننا ننشر الإسلام. الله سبحانه وتعالى نحن العلماء السابقين لحقوا بربهم. نحن الآن في الابتلاء نحن مبتلون في ابتلاء. لماذا؟ لأن الله مكن لنا ما لم نمكن للسابقين. السابقون لو أرادوا الدعوة إلى جنبين لا يأتوا ما يأتوا هذه الأرض البعيدة. الآن تيسرت الأمور. الله يسر لنا ووفقنا الآن وهيئنا لنتحمل مسؤولية كبيرة بقيت للسابقين. السابقين نشروا الإسلام حول ديارهم حول أماكنهم. نحن الآن البلاد تقاربت. كنا في الصباح في أديس أبابا والآن معكم ما في إلا ساعة أقل من ساعة 10 دقائق أو كان 50 دقيقة. فهذا الذي مكن الله لنا ليبتلينا لننظر كيف تعملون. ماذا نعمل الآن؟
هذا الذي مكن لنا. أنتم جئتم هنا، لو آباؤكم جاءوا هنا لنشروا الإسلام في هذه القبائل بالدعاء وبالدعوة وبالأخلاق. أنتم الآن ماذا تعملون؟ الله ابتلاكم وساقكم إلى هنا، كيف ترحمون هؤلاء الخلق وكيف تنشرون الإسلام بينهم؟ علماء السابقين የቀድሞ ዑለማዎቻችን ሁኔታዎች የተመቻቹላቸው አልነበረም። ያም ሆኖ ግን እስላምን አስፋፍተዋል። እኛ ግን በዘመናችን የተሞከርን ሰዎች ነን። አላህ በጣም ሞክሮናል። ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነሱ ያልተመቻቸ ነገሮችን አመቻችቶልናል። ነገሮች ላይ የተመቻቹ ናቸው። አላህ ወፈቀን። ለምሳሌ ላኪን ይሁንላ አላህ ያደረገው ከፍተኛ ተጠያቂነትን እንድንሸከም ነው። ተሸክመናል። ከጥንት አባቶቻችን ዳዕዋ ሲያደርጉ የነበሩት በዙሪያቸው ብቻ ነው። እኛ ግን ከሩቅ ቦታ ሄደን በተለያየ ቦታ ወለቸው ተመታቷል። ትራንስፖርት አለ። ለምሳሌ እኛ ከአዲስ አበባ 7000 ኪሎ ሜትር አንድ ሰዓት በማይሞላው አንድ ሰዓት 10 ደቂቃ ተጉዘን መጥተን ከእናንተ ጋር ነው። ይህ እንደዚህ ሁኔታዎች መመቻቸት አለ። ጥንት አባቶቻችን በዙሪያው ብቻ ነው ካፊሩ። እኛ ግን ይሄ ሁላ የተደረገው አላህ እንደው ለሌላ ሳይሆን በተጠያቂነታችን የበለጠ እንዲሆንና ነውና ሌላ አይደለምና አባቶቻችሁ ወደዚህ ቢመጣ ኖሮ እንደናንተ ትልቅ ጥረት ባደረጉና ብዙ ሰዎችን ባሰለሙ ነበር፣ ወደ እስላም በጋበዛቸው ነበር። እናንተስ ምን አድርጋችኋል ነው? هذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن يرحم من في الأرض يرحمكم في السماء، بدأنا به درسنا لأن العلماء كانوا يبدأون بالحديث المسلسل بالأولية وبحديث الرحمة، لأن منكم بالذات العلماء وطلبة العلم وطلاب العلم نجيز لهم أن يرووا عنا هذا الحديث، فقد أجزت أن ترووا عني هذا الحديث وهو مسلسل بالرحمة، ومقصودنا أن نبدأ بحديث الرحمة، ونبدأ الآن بعد هذا ماذا استفدتم من هذا الحديث. نريد حوارا منكم ماذا استفدتم من هذا الحديث. نعم. ይሄ ሐዲስ እንግዲህ ጀልሳችን የዛሬ ሙሐደራችን በሱ ነው የጀመርነው። ምክንያቱም ዑለማው እናንተ ዑለማዎች ናችሁ፣ ጠለበተ ዒልም ናችሁ። ስለዚህ ይሄን ድል እንዳልኳችሁ ከዚህ በፊት ዑለማዎቻችን በዚህ መልኩ ኢጃዛ ይሰጡን ነበር። ይሄን ሐዲስ الرحمن يرحمهم الرحمن የሚለውን እናንተ ጠለበተ ዒልም በመሆናችሁ ኢጃዛ ሊሰጣችሁ ነውና በዚህ ወሰረት የኔ ሪዋዮችን ልታወሩ ኢጃዛ ሰጥቻችኋለሁና አሁን በሚቀጥለው ደግሞ በዚህ ኢጃዛ አግኝታችኋላችሁ። በሚቀጥለው ደግሞ አሁን ከዚህ ሐዲስ ከዚህ ጀልሳ ምን እንደተረዳችሁ እንድትነግሩን ጀልሳውን ከፍታለሁ ይላሉ። نستمع منكم. طيب. السلام. استفدنا من هذا الحديث الدرس أن يبدأ ذلك الداعي أو كان عقيدة أو فضائل أن يبدأ بالرفق والرحمة الإنسان أن يريده بالرفق. هذا استفدنا. نبدأ دعوتنا وتدريسنا سواء في أي شيء، ولو في العقيدة ولو في كذا، نبدأ بالرحمة. الشيخ لما قال عقيدة أحببت، لأن بعض الناس يظنون أن أهل العقيدة وأهل السنة متشددون. إذا قالوا متشددون يقولون وهابية ومن السلفيون. فحتى ينبغي أن لا نكون متشددين. طيب هذا واحد. الشيخ اسمك ايه؟ إمام علي ابن عمر. طيب من ثاني؟ ماذا الصفات؟ هاتوا مسموح أن يتحدث باللغة الأمهرية أو الرومية الذي يعرف، أو إنه هيك في أنواك أو كذا أي لغة. نعم. اسمك الكريم. بدر جمال. بدر جمال. فهمنا كيف دخل الإسلام إلى إثيوبيا. فهمنا كيف دخل الإسلام في إثيوبيا، كيف انتشر هذا الانتشار.
حقيقة أنا ما توسعت. أورومو أكبر مسلمين الآن أوروميا، هل دخلوا في الإسلام بالقوة أو انتشر فيهم بدون قوة؟ فيه أفرنج هؤلاء شياطينهم، شياطين الأرض. في واحد اسمه ترنجام له كتاب الإسلام في أفريقيا أو الإسلام في شرق أفريقيا، مترجم بالعربية، كتب بالإنجليزية. كان هنا في القرن ال18 كتب ويكتب إلى الغرب يقول إن هؤلاء يدخلون في الإسلام ولا تقول ماذا نفعل؟ ليش تسكتون؟ لو ما جاء منلك واستعان بجوبنا وأوقف انتشار الإسلام في شوى وفي واللقاء لانتشر الإسلام في هذه المنطقة في أوروميا كلها، ثم انتشر إلى هنا إلى جنبيلا وغيرهم. ما انتشر بالجهاد في أوروميا، مع أنهم الآن أكبر قومية إسلامية في الحبشة أورومو، إنما انتشر كما ذكر ذلك ترنجام في كتابه وكذلك غيره. نعم. إن كان حتى في الصوماليين، حتى في عفن فيه جهاد في الحبشة جرى بين الإفاتيين، بين أهل إفات، دولة إفات ودولة المخزومية التي أسست في شوى، ودولة بني إفات التي أسست في جهة اليوأمبا، في جهة طرف من ولو وطرف من عفر التي أسست هناك. جرى بينها وبين دولة النصارى، دولة سعد الدين، جرى بينهم وبين النصارى قتال شديد عدة سنوات، وآخرها جهاد أحمد دراني. لكن بعد ذلك إنما انتشر الإسلام بنفسه. نعم. እንግዲህ አንድ ትሬንድ አፕ የሚባል ሰው አለ፣ በታሪኩ ይገልጻል። በታሪክ ላይ እስላም ኢትዮጵያን በምኒልክና ከዛ በኋላ ከሱ ጋር የሆኑ ኦሮሞዎች እንግዲህ መጀመሪያ የጀመሩት በዛሬው በትልቅ የሙስሊም ቁጥር ያለው ኦሮሚያ አካባቢ ነው። ይሄ ሁሉ አንድም ጂሃድ ምንም የተደረገ ነገር የለም። እንደው እስላም በአኽላቅና በቀላል ነገር ነው የገባውና የተለያዩ ጂሃዶች ለምሳሌ ኢፋትና دولة المخزومية في الشوى، المخزومية شوالا የነበረችና ኢፋት የአረብ ገባ ወደ አፋር አካባቢ የነበሩት መሃል ሁለቱ እስላማዊ ስቴቶች ናቸው። ወደ 7ቱ እስላማዊ ስቴቶች ነበሩ ከዚህ በፊት። በእነሱና በሀበሻ ነሳራዎች መካከል የተለያዩ ጦርነት ይካሄድ ነበር። እነዚህ ጦርነቶች ከዛ የመጨረሻው የአህመድ ጂሃድ ያደረገው ጦርነት ነው። ከዚህ ውጪ ግን ጦርነት አልተደረገምና ምኒልክ ባይኖርና እንደው ባይከለክልና ከዛ በኋላ ደግሞ አብሮ የነበሩ እንደ ጎበና ዳጭ የሚባል የኦሮሞ ሰዎች አሉ። ከሱ ጋር ባያብሩና እስላምን ብሎ ባያደርጉ ኖሮ እንደው ጋምቤላን ኦሮሚያ በሙሉ እንዳለ ሀገሪቷን በሙሉ እስላም ባጥለቀለቀ ነበረ። ይሄውና ሌላ ግፊት አልነበረው። በራሱ በእስላም አኽላቅና በእስላም ሙዓመላ ብቻ ሰዎች ወደው ስለሚገቡ ነው። نعم. بالرحمة كما استفدنا البدء بالرحمة استفدنا منه بركة الرحمة وزيادة الرحمة بالرفق كما شرع الإسلام في إثيوبيا. الرحمة والرفق له بركة استفدنا من هذا الحديث. نعم. الرحمة والرفق فيه بركة. التشدد والتكفير، لأن في بعض المناطق أنتم الحمد لله بالسلامة، في بعض المناطق يوجد تشدد من طلبة العلم، يتشددون بعضهم على بعض، إذا رأوا واحد أخطأ يتشددون عليه وربما يكفرونه ويتشددون في دعوتهم
هذا التشدد لا يخدم السنة ولا يخدم التوحيد ولا يخدم الدعوة، بل يفسد. فنحن لا نتشدد مع المخالفين، من نتشدد معه إذا هم لم يقبلوا الدعوة في الأخير، واشتد عليهم يأتي في الأخير. لكن في البداية بطريق السهلة ننشر، ولا نتشدد مع المخالفين مع غير المسلمين. إنما يأتي الأصل في الإسلام هو الرفق، يأتي الشدة